دلوقتي جه دور إن إحنا نتكلم عن التلاعب العاطفي. والتلاعب العاطفي الشخص ده بيلعب على عواطفك، على قلبك، على أفكارك، على إحساسك بالأمان والاستقرار، وطبعا على إحساسك إن أنت بتحاول طول الوقت تحافظ إن العلاقة دي تستمر. أول حاجة وهو اللاف بومبينج أو قصف المشاعر، والنوع ده بيعتمد على إن الشخص بيقول كلام مبالغ فيه أو بيوعدك بوعود كبيرة مع إن مفيش معرفة قوية ما بينكم. يعني مثلا الشخص ده يكون عارفك مبقالوش كام يوم أو أسبوع ويبتدي إن هو يوعدك مثلا بالجواز، يقولك إن هو بيحبك مع إن مفيش معرفة حقيقية أو انتوا ما تعرفوش بعض بشكل كبير. تلاقيه مثلا بيتصل بيه بشكل مبالغ فيه، بيبعت لك رسائل كتير على الواتساب، بيجيب لك هدايا غالية جدا مش مناسبة لنوع علاقتكم أو إن هي لسه علاقة جديدة. يعني بيحاول طول الوقت إن هو يجذب انتباهك أو إن هو يخليك ترتبط بيه بسرعة. المشكلة إن إحنا كبشر بنحب إن إحنا نكون مميزين، إن إحنا نكون مهمين، إن إحنا نتحب، والشخص ده بيستغل النقطة دي علشان يخليك ترتبط بيه عاطفيا بسرعة. لكن مع الوقت بيبتدي إن هو يظهر على شكل حقيقي، إن هو يبتدي يتحكم فيك جدا، إن هو يكون بارد، إن هو يختفي مرة واحدة. واول ما يحس ان انت ابتديت ان انت تزعل او تتضايق وان انت كمان هتتبعد، يبتدي ان هو يبدأ اللعبة دي من جديد، يعني يرجع تاني يظهر اهتمام مبالغ فيه، يكون موجود، يقدم لك هدايا مميزة، وبتفضل طول الوقت جوه الدايرة دي، الدايرة العلاقة السامة، العلاقة اللي هي مش صحية. تاني نوع وهو التلاعب بشعورك بالذنب. يعني الشخص ده بيبتدي ان هو يحسسك بالذنب كل ما تبتدي تحط حدود او كل ما تقول كلمة لا. يعني لو مثلا قلت لا يقولك بعد كل اللي انا عملته علشانك انت بقيت قاسي كده ليه؟ انا ما كنتش متوقع ان انت تجرحني بالشكل ده، انت ازاي تكسرني بالطريقة دي. ان هو يبتدي ان هو يستخدم كلمات او تعابير عاطفية علشان يبتدي يخليك ان انت تحس بالذنب ويخليك تحس ان انت اساس المشكلة الحقيقية. تالت نوع وهو لعب دور الضحية، وهو زيه زي التلاعب بشعورك بالذنب. هو منتشر جدا والناس كتير بتستخدمه، وهنا بيحاول الشخص في كل مناقشة أو في كل مشكلة بتحصل ما بينكم إن هو ياخد دور الضحية ويخليك أنت في دور الشخص المذنب. يعني مثلا أنت عندك مشكلة معينة وبتبتدي إن أنت تتناقش مع الشخص ده، ويبتدي هو مثلا يقول كلمات أو حاجات عاطفية، يعني مثلا أنا ماليش قيمة عند حد، أنا دايما سبب كل مشكلة، أنا دايما الشخص المؤذي وكلكم على حق. ومع الوقت بتحس ان انت متعاطف معاه، بتحس بشعور بالذنب، بتحس ان انت سبب المشكلة، ومع الوقت بتبتدي انت تكون المذنب مش الضحية. رابع نوع وهو الحب المشروط. يعني الحب والرضا والقبول والعواطف والمشاعر بتكون مرتبطة بشروط معينة. يعني مثلا ان انت تكون هادي، مطيع، تنفذ كل الحاجات اللي الشخص ده عايزها، تكون الشخص اللي هو عايزه. لكن بمجرد ما ان انت ما تعترض، تقول لأ، تحط حدود، الشخص ده بيتغير، حبه بيقل، اهتمامه بيقل، تقديره ليك بيتغير. وده بيخليك طول الوقت تحاول ان انت ترضيه، ان انت تكون الشخص التاني اللي هو عايزه، ومع الوقت بتبقى شخص تاني مش انت. خامس نوع وهو التهديد العاطفي. التهديد العاطفي مش تهديد عنيف، يعني انت ما بتشوفش العنف صراحة في التهديد ده، لكن هو بيكون تهديد مش مباشر في الكلام. يعني مثلا لو كنت بتحبني ما كنتش عملت كده، انت حر، هتندم بعدين، ما تلومش نفسك على اللي هيحصل بعد كده. يعني هو كله بيبقى كلام مش مباشر، لكن بيخليك طول الوقت مش حاسس بالأمان، خايف خايف من نتيجة اللي انت هتعمله وتأثيره على علاقتكم مع بعض. يعني التلاعب العاطفي بيكون على شكل قصف المشاعر أو اللاف بومبينج، التلاعب بشعورك بالذنب، لعب دور الضحية، الحب المشروط أو التهديد العاطفي. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.